بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأجل التسليم. يحيى بن سيف بن علي النيري، عضو لجنة تقييم برنامج شبابي. يعد برنامج شبابي المرتبط بالنادي الثقافي الرياضي من أجل وأسمى البرامج الثقافية التي يرعاها نادي الرستاق، حيث يمثل هذا البرنامج بادرة طيبة ترعى مواهب الشباب وصقل قدراتهم في سبيل الارتقاء والنهوض بها إلى مجالات أسمى ومراتب وغايات عالية. بالنسبة للتقييم، يعد التقييم نبذة مهمة في سبيل التعرف على قدرات الشباب، لأنه يرتكز على مبادئ أساسية يسير عليها كل متسابق وكل متدرب. فجانب اختيار القصيدة وبراعة الاستهلال فيها، وكذلك السلامة اللغوية، أضف إليها نبرات الصوت وتغيرات الوجه والإشارات، تعتبر بنودا أساسية يقوم عليها هذا النظام في التقييم. بالنسبة لقدرات الشباب، ظهرت لدينا قدرات نزيهة، وقدرات بحاجة إلى جانب من جوانب الإبداع والتدريب المتواصل، بحيث تصل إلى غايات سامية أكثر مما هي عليه. وتمنينا للجميع التوفيق، وبارك الله فيكم وسدد خطاكم، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. طبعا سأتحدث عن المشاركين الذين تقدموا في هذه المسابقة. كنا نتوقع عددا أكبر من هذا العدد، لكن اشترك في هذه المسابقة 6 متسابقين، حضروا وشاركوا في هذه المسابقة لتصقل مهارات الإلقاء الشعري. فظهرت هناك مهارات جيدة يحتاج البعض منهم إلى نوع من التشجيع والتدريب، وهذه المسابقة وتساعد هؤلاء الشباب على إبراز مواهبهم ومهاراتهم. كما لاحظنا أن هناك بعض الإخوة قد أتوا بقصائد هي من تأليفهم، هذا تعد موهبة أخرى إلى موهبة الإلقاء. متمنين للشباب ولأعضاء النادي التوفيق في هذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. بداية جاءت هذه المسابقة ضمن مسابقة البرنامج الشبابي التي تهدف إلى صقل مواهب الشباب. فتم مخاطبة جميع الفرق المنتمية إلى نادي الرستاق، ولكن للأسف العدد ما كنا نحسبه أن يأتي بالعدد اليسير، فقد بلغ عدد المشاركين 6 فقط. وتألق البعض ربما لممارستهم للإلقاء الشعري في مدارسهم، والبعض بحاجة أيضا إلى تدريب. وهذه هي أول مرة تطرح المسابقة. نتمنى حقيقة من كل المسؤولين في النشاط الثقافي في كل الفرق الرياضية التابعة لنادي الرستاق الرياضي الثقافي أن تتبنى من مثل هذه المسابقات، خاصة في شهر رمضان المبارك أو في الإجازات الصيفية. تتبنى من المسابقة الثقافية، المساجلة الشعرية، كتابة القصيدة، أيضا إلقاء القصيدة. فبهذا نستطيع أن نوجد في الولاية عددا كبيرا من المتميزين حقيقة في كتابة الشعر وفي إلقائه. وفي الختام نتمنى من الجميع التوفيق، وخاصة الاثنين اللذين سيشاركان في مسابقة أو اللذان سيمثلان نادي الرستاق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.